أي أنه فقد شرفه وهو يقدم رأسه ويصبح رأسه وهو رمز ذكوري يصبح رمزا للأنوثة عذراء. ولقد انتهازية جابر تكمن في أنه رضي أن يقدم رأسه كما تقدم العذراء نفسها لمغتصبها. واضح؟ ففقد شرفه من أجل ربح مادي. واضح؟ يحلق الرأس ثم يأتي الوزير فيكتب الرسالة فوق الرأس الناعم ويتركه حبيس الظلام مدة من الزمن حتى ينبت الشعر فيغطي الشعر الرسالة. جابر فخور والزبائن تفتخر بذكائه وفطنته وفراسته، ولكنه لا يعلم شيئا عن الرسالة، ويتمكن من الخروج من بغداد ويذهب مسرعا إلى الملك مكتوم. يحلق الملك مكتوم رأسه، يقرأ الرسالة ويأمر بقطع رأسه، لأن الوزير كتب في حاشية الرأس ما يلي. أنصت إلى ما كتب: إذن يقول: فإذا نبت الشعر وغطى حروف الرسالة خرج المملوك. يقول: وبعد قراءة الرسالة أمر حارسه أن يقطع رأس المملوك جابر، لأن الوزير كتب على هامش الرسالة، نجم تكتب: وكي يظل الأمر سرا بيننا اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. تنتهي المسرحية بقتل المملوك جابر. المملوك جابر هذه مهمة جدا. المملوك جابر يضارع في قصته أبطال التراجيديا، لأن نهايته نهاية مأساوية، ولكنها نهاية أبطال ليسوا نبلاء، إنهم أخساء. فهمتوا ولا لا؟ ليس بطلا نبيلا، لأن البطل التراجيدي النبيل يدافع عن قيم النبي نبيلة. أما المملوك جابر فإنه بطل لا ريب ومأساوي لا ريب، ولكنه يحمل قيم الخسة والندالة والانتهازية. تصبح نهاية المملوك جابر عظة للزبائن ولنا نحن. واضح؟ ولذلك ما كان إعجابا بالمملوك جابر سيصبح تفكيرا وتقليب نظر في مصيره المأساوي. ولذلك خاتمة المشهد ستكون كالآتي: يقول: إذن يثير صنيع الوزير استنكار الزبائن، ويهجم الملك منكتم على بغداد بعد أن فتح أعوان الوزير له الباب. هنا مسألة الخيانة. فينكل ببغداد وأهلها الذين يتوجهون إلى الزبائن والجمهور قائلين: شوف العبرة هي عبرة، نجم تكتبوا الجمهور هذا في الآخر بنقول لك في آخر المشهد المسرحي يأتي أحدهم برأس المملوك جابر، أحد الممثلين يأتي برأس المملوك جابر ويلقي به في يد الحكواتي، وإذا بأهل بغداد مجموعة يتكلمون بصوت واحد يقولون: إذا هبط عليكم، من يخاطبون؟ الزبائن
إذا هبط عليكم ليل ثقيل ومليء بالويل لا تنسوا أنكم قلتم يوما، لا تنسوا أنكم قلتم يوما فخار يكسر بعضه، فخار يكسر بعضه، ومن يتزوج أمنا نناديه عمنا. إذن هذه على عجل خلاصة لأهم الأحداث. هل هنالك استفسارات أو ثغرات في هذا التلخيص حتى يبدأ أستاذنا سماهر في تحليل هذه القصة أو هذه المسرحية؟ يعني إجمالا ألخصها في بعض الأحداث: حضور الحكوات إلى المقهى، استقبال الزبائن له، بداية حكيه لقصة الخليفة ووزيره، احتداد الصراع بين الخليفة ووزيره وإغلاق أبواب بغداد، ظهور المملوك جابر وتقديمه حيلة للوزير حتى يتمكن من تبليغ الرسالة إلى الملك منكتم، يحلق رأسه ويكتب فوق رأسه الرسالة، يذهب إلى الملك منكتم فيقطع رأسه لأن الوزير كتب في حاشية الرسالة أن اقتل باعث الرسالة لكي يبقى الأمر سرا بيننا. وتصبح يعني قصة المملوك جابر عبرة لمجتمع جبان لا يريد أن يهتم بالسياسة ويظن أنه بصنيعه ذلك سينأى بنفسه عن الأخطار. هذا تقريبا إجمالا المسرحية. إذن أقدم الآن الميكروفون للأستاذ سماهر لتحليل هذه القصة. هل هنالك أسئلة في فهم التلخيص؟ هل وضح التلخيص؟ واضح؟ إذن تفضل سماهر. أدري هل أرحب بكم أم ترحبون بي؟ شكرا. لست أدري أين كنتم سنة 95 و 96. في عالم المثال الأفضل. كنت وقتها أدرس في معهد الواحد شنو مع صديقي وزميلي الفاضل زهير مبارك، وهذه الربوع تربطني بها أصول ثلاثة. الأول هو صديقي زهير مبارك، الثاني معلمي الفاضل الذي علمني معنى أن تكون حركيا في القسم، معنى أن تكون موجودا وجوديا في القسم، لا أن تكون مجرد رقم كأرقام هؤلاء الزبائن، التلميذ الأول والثاني والثالث. السيد الفاضل وبربكم بلغوا له تحياتي الصادقة. مبروك الجميع. سيد مبروك الجميع. الأصل الثالث معهد الواحد شنو. هذا المعهد الذي جلت بعده معاهد كثيرة ولكنه يبقى الحبيب الأول دائما. مغامرة رأس المملوك جابر تتطلب وقتا طويلا وجهدا طويلا ومثابرا، على أني حاولت أن أنظر إليها من زاوية دقيقة، هي زاوية جابر تحديدا وعلاقته بزبائن المقهى. طيب، المسرح العادي إن حضر أحد المسرحية أن أدخل إلى قاعة العرض فأجد الكراسي شاهية
ثم يعلن عن ابتداء العرض المسرحي في العادة إما بضربات على الركح أو بفتح الستار. فتح الستار هو الإعلان الأول المباشر الذي يطلب إلى الجمهور السكوت وعدم التشويش والانتباه وما إلى ذلك. تدخل إلى المسرح الونوسي فترى التالي، لن تجد الستار، وسترى أن الممثلين قد سبقوك إلى الركح، هم في حال تمثيل ولا يمثلون، فأنت تحار من البداية، هل أنا في العرض أم أن الجماعة ما زالت تحضر نفسها؟ تجلس في كرسيك والركح موجود، الممثلون موجودون، شيء من الموسيقى الخلفية أيضا موجودة، ويبدأ العرض. متى يبدأ العرض؟ يقول سعد الله والنونس ليس هناك وقت محدد لابتداء العرض. ابتداء العرض هو أن يشرع الجمهور في استعمال مصطلح الصالة، أن يشرع الجمهور في الصالة في قاعة التفرج، أن يشرع الجمهور في الصالة في الهدوء عندما يشعر الممثلون أن الجمهور هدأ ومستعد للاستماع وقتها يمثلون. ويقول ونوس إن دخول أول متفرج إلى القاعة قد يبدأ العرض بعد دخوله بدقائق، وقد يتطلب الأمر ساعة وانتظر. متى يبدأ العرض سندرك، المهم أن الجمهور يكون مستعدا، وهذا أول مظهر من مظاهر التعليم. لا يمكنني أن أقدم مسرحا تسليسيا لجمهور ما زال بعده غافلا وما زال بعده يتحدث عن شؤونه اليومية المعيشية. طيب، تدخل إلى قاعة عرض فتجد أمامك مجموعتين من الناس، ركحين في ركح واحد، هذا لا يصطلح عليه بتداخل الأركاح. أنت جالس هنا والركح أمامك، فتجد على اليمين مجموعة من الزبائن في مقهى من الواضح أنهم في بداية القرن العشرين حسب الموجود وحسب الحكوات وحسب ذلك الكتاب الضخم الذي يحمله بذلك الحكوات الذي رأيناه في باب الحارة. كنتم تذكرون المسلسل. طيب، على اليسار سوف ترى مجموعة أخرى من الممثلين من الواضح أن يعودون إلى بدايات النكسة البغدادية، يعني في أواخر القرن الخامس والسادس الهجرة. فتلاحظ شكلين من الديكور، شكلين من الملابس، هيئتين من الممثلين، ولكنك تراهما في الآن نفسه. والطريف أن ما قد تبنيه أنت من فاصل هكذا مهم بين ركح على اليمين وركح على اليسار سوف يتحطم عندما يشرع زبائن المقهى وأهل بغداد في التحاور مع بعضهم البعض على الركح نفسه. يدخل حكواتي ويطلب منه الزبائن أن يشعرهم في حكاية مفرحة مليئة بالانتصارات، لأن حكاية البارحة كانت قتل كما قال صديقي وزوير المقلم، على أن الحكواتي يرفض ذلك ويقول لهم إن كتابه يؤمن بالصيرورة وإن هناك مراحل يجب أن تتبع. بمعنى آخر تعليمي يا جماعة، الجمهور الذي يخاطبه النصوص لم يصل بعد إلى مرحلة الوعي التام لكي نصل به نحن إلى مرحلة الانتصارات. عليه أن يعيش الألم، ألم الانتصار، ثم نصل. يحكي لهم الحكواتي عن خليفة ووزير عباسيين وقع الخصام بينهما وآل ذلك وبالا على رؤوس أهل بغداد، وهو يكلمهم عن ما عاناه أهل بغداد. كان الزبائن يقولون كان الزبائن يقولون والله هذا حال نحن اليوم أيضا. لاحظ الزبائن أن ما يعانيه البغداديون منذ عصور طويلة هو نفسه ما يعانيه هؤلاء العرب الآن في القرن العشرين. طيب، الخصومة تقع بين الوزير وبين الخليفة. الوزير يقرر الاستنجاد بعدو خارجي. الحل يقع في أن الوزير سيساعد هذا العدو الخارجي على الدخول، ليس عمرا وإنما ستفتح له أبواب بغداد من الداخل. يشتم الخليفة أن هناك رسالة سوف تغادر بغداد إلى الخارج، فيأمر حراسه بأن يفتشوا كل إنسان خارج بغداد تفتيشا دقيقا. الحينما هي يستنبطها هذا الذكي المسمى جابر، سأعطيك بعد.
يعيش جابر في ذلك المكان إلى أن ينبت الشعر فيغطي الرسالة ويمرق مروقا من الباب يفتشه الحراس تفتيشا دقيقا فلا يجدون عنده شيئا، ثم يمضي في رحلة ذكرنا لها العربية ويغني في الطريق. سأذكر لكم الأغنية ما ينبغي أن تغني. يغني في الطريق فرحا، يصل إلى هذا العدو يقدم له الرسالة، يحلق جابر ويقرأ الملك الرسالة ويبتسم ابتسامة الدلالة، يقول له سننفذ ما أمرنا به وزيرك. وجابر يظن أن الوزير أمر له بالجائزة هناك والجائزة هناك، ويقتل في مشهد مأساوي أنا شخصيا لم أرى أكثر مأساويا منه. مشهد قاتل، مشهد مرعب يتم معنى الكلمة لو قرأت المسرحية. المهم أن الرسالة فيها حاشية تقول اقتل حامل رسالة، لعل بعضكم يرى هذه الأيام مسلسل حامل السلطان وكيف تحرق الرسائل بعد أن تصل إلى أصحابها، وجه من وجوه التقية والحماية كما يمسحون الإرساليات بعد قراءتها. طيب يقتل صاحبنا قتلا شنيعا ويلقى رأسه أين؟ يلقى رأسه بين الزبائن. الحدث يقع في قرون عباسية قديمة، يمسك الرأس يمسكه له السياف الجلاد ويرميه فيتدحرج رأس جابر بين أرجل الزبائن اللي هم الآن في القرن العشرين. فتحس أن تلك المأساة أو تلك الغلطة أو الهفوة التي مارسها جابر على هؤلاء أن يطلعوا منها. تنتهي المسرحية ويقول الحكواتي إلى غد إن شاء الله، ويجمع أهل المقهى على الذهاب إلى النوم. طيب، عنوان مداخلتي هو التالي: جابر بطلا شاذا. يعني سأتكلم عنه من حيث هو شخصية مسرحية. أريد عنوان نردهم: جابر بطلا شاذا، يعني باعتباره بطلا شاذا. جابر بطلا شاذا لدرس ناقص منقوص، والذي أراد له أن يكون ناقصا هو سعد الله والنوس نفسه، هو اللي أراد ناقص. طيب، ما معنى البطل التراجيدي؟ يقرأ أغلب التلاميذ المسرحية وأغلبهم يشفق على جابر. أنا درست المسرحية دي يوما وكان عندي تلميذ تلميذ مجنون. تلميذ مجنون بالمعنى الإبداعي للفكرة، مش بالمعنى العقلي. استطاع أن يتقمص هذا الدور وقرأ النص الأخير فقام بعض زميلاته يبكين في القسم. أنا أذكر هذا جيدا. بكى التلميذات في القسم بقدرة صاحبنا التلميذ هذا المجنون دائما على تقمص دور جابر وإحساسنا بذلك المصير الفاجع الذي إليه. رغم ذلك قال الزملاء لا يستحق أن تدرك عليه ولو ربع دمعة. لماذا؟ لأن حسب زملائنا لا يكون بطلا. فمن هو البطل التراجيدي؟ البطل التراجيدي فيه شروط واضحة ومعروفة: أن يكون نبيلا، أن يكون شخصا نبيلا. شهريار كان بطلا تراجيديا، شهريار كان ملكا وكان من سلالة